السلام عليكم، ازيكم؟ وانا بدأ الشغل من فتره من كامتازيا ستوديو لبرنامج بريمير برو. كان في حاجه مضايقاني قوي في برنامج بريمير، وهي انه مفيش اسيتس او مفيش حاجات جاهزه في البرنامج اقدر استخدمها، زي نصوص متحركه، ريسيتس جاهزه، وانتقالات. حاجات كتير كانت موجوده في كامتازيا ستوديو، ومعظم برامج المونتاج التانية بيبقى فيها الحاجات الجاهزه ديت اللي بتساعدنا نخلص شغلنا بسرعه. لكن وقتها كان في بالي ان في بريمير انا محتاج اعمل كل حاجه من البدايه، يعني بريمير تقريبا ما فيهوش اي نصوص جاهزه، والانتقالات اللي فيه سيئه جدا وقديمه. والموضوع ده فضل مضايقني لغايه ما عرفت موضوع البلجنز. والبلجن بتبقى اضافه لبرنامج بريمير نفسه، بتساعدك في شغلك عشان تخلص شغلك بسرعه اكتر، او بتساعدك في شيء معين. في عدد كويس من البلجنز بتساعدك في الحاجات دي، بيبقى فيها نصوص جاهزه وانتقالات وبريسيتس جاهزه هتساعدك عموما. ففي الفيديو ده هكلمك عن اكتر بلجن شامل استخدمته في بريسيتس، ترانزيشنز، نصوص متحركه، سبسكرايب بوتنز، وستوك ايمج، وفيديوهات، ومؤثرات صوتيه، وفي اف اكس، وحاجات كتيره جدا. اكتر من 70 باك او حزمه فيها الاف الاسيتس اللي هتساعدك في المونتاج. فخلينا نتكلم عن البلجن ده. الفيديو ده برعاية اي جوس، وهو البلاجن اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده، وكل الترانزيشنز والحركات والانيميشنز والنصوص، كل شيء في الفيديو ده معمول باستخدام البلاجن دي. زي ما سمعت في البلاجن من شركة اي جوس وهنتكلم عنه في الفيديو ده، فخليني اقول لك ازاي تستخدمه وتثبته، او تثبته وتستخدمه. يعني انا سايب لك لينك البلاجن تحت، اللينك ده بتاعي، فادخل من عليه. احنا هننزل دلوقتي النسخة المجانية، بس برضو ادخل للموقع من اللينك بتاعي، ده هيفيدني جدا حتى لو مش هتشترك او مش هتدفع النسخة الكاملة. فروح هنا اختار فري بلجنز، وهتنزله لويندوز او ماك على حسب الجهاز بتاعك. انا ويندوز. هينزل لك فايل فهتنزله في اي مكان عندك. انا منزله قبل كده. هتعمل له اكستراكت، هتلاقي الباك مانجر ده، هتفتحه، وده ملف السيت اب بتاع البلجن. تختار اكسبت اند انستول، بس قبل ما تعمل كده لازم تقفل بريمير برو نفسه، لازم تقفل البرنامج لو كان مفتوح، فهتقفله. بعدين ترجع تكمل السيت اب، اكسبت اند انستول. دلوقتي بيعمل انستول للبلجن. خلص هنعمل فينش. بعدين هروح افتح بقى بريمير. دلوقتي اول ما تنزله هتلاقي في التاسك بار الباك مانجر ده، تقدر تفتح الستاند الون من هنا عشان تشوف الحزم الموجوده واللي تقدر تستخدمها من غير ما تفتح حتى بريمير. تختار السوفت وير بتاعك. انا بستخدم بريمير، لو عايز تستخدم افتر افكتس برضو تقدر تستخدمه. اول ما تفتح هيظهر لك بالشكل ده. ديت الحزم المجانيه الستارتر باك والساوند افكتس، وفي شويه في افكتس برضو، وفي الستور. ودي الحزم اللي مدفوعه اللي تقدر تشتريها مره واحده. انا بالفعل عندي اكونت، فهعمل لوجن من هنا. هروح على الايكون ديت واختار لوجن، هيفتح لي ايدج، فهعمل لوجن. بعدين هيرجع لي البرنامج نفسه. فهنا ظهر لي برضو البيرشست او الحزم او الباكس اللي انا شاريها. فهقفل دلوقتي الباك مانجر ده واروح لبريمير. فهنا عندي بريمير عشان اروح بقى استخدم البلجن. هي مش ظاهره عندي دلوقتي، وهي عباره عن بانل عادي جدا اقدر اظهره من الويندو. بعدين اروح على اكستنشنز، مش هلاقيها في البانلز ديت. لو انت اوريدي بتستخدم بريمير فالمفروض تكون عارف البانلز ديت. فالبانل بتاعه الاكستنشنز او البلجنز دايما بتبقى في المكان ده. فاروح على اكستنشنز، دي البلجنز اللي عندي، فانا هختار اي جوس عشان اظهرها. ظهرت عندي هنا، ممكن اكبرها كده شويه. دي الباكس اللي انا كنت فاتحها، فهقفلها عشان اعرفك اكتر. زي ما انت عارف البلجن ليها نسخة مدفوعة وليها نسخة مجانية. هكلمك الأول عن الباكس اللي أنا بستخدمها المدفوعة اللي بتساعدني جدا في المونتاج. دي كلها باكس ليها سعر معين مختلف. واحدة من الحزم اللي أنا بستخدمها هي السيمليس ترانزيشنز، فهفتحها من هنا. للأسف بريمير مفيهوش ترانزيشنز كتير، فبحتاج دايما أنا أستخدم بلجنز أو أنزل بريسيتس، لكن هي هنا موجودة في البلجن، أقدر أستخدمها على طول. هنا في أكتر من 100 ترانزيشن. فأنا مثلا عايز أستخدم الترانزيشن ده، فعايز استخدمه بين الفيديوهين دول، فاسحبه على طول. اختاره من هنا واسحبه على الفيديوهين من هنا. دلوقتي بينزل لي الترانزيشن ده، بينزله اول مره بس هتستخدمه، بعد كده بيبقى موجود عندك في الجهاز وتقدر تستخدمه بسرعه اكتر. بيبقى حجمه تقريبا نص ميجا، فما بياخدش وقت. فاقدر اعمل بريفيو دلوقتي. بس كده عندي الترانزيشن وبساوند افكت كمان. تقدر تستخدم اي ترانزيشن من الترانزيشن الكتيره اللي موجودين هنا كده. ممكن ادور على جلitch، هما حتى مترتبين هنا في فولدر. خلينا نجرب ده. فالترانزيشن عامل زي كده، وبرضه بساوند افكت. تقدر بقى تدور في دول وتختار الترانزيشن اللي انت عايزه. في عدد كبير جدا ومتقسمين هنا بالتقسيمه على حسب نوع. هرجع انا وهقول لك على باك تانية بستخدمها دايما، وهي الانيميتد ماركرز. موجوده هنا، فيها اسهم، دوائر،
والحلو فيها ان هي انيميتد، يعني مش حاجه ثابته، بالعكس متحركه، ودي شكلها بيبقى احسن بكتير وما بيبقاش الفيديو فيه ملل كده. والارقام برضو والاحرف بأكتر من فونت وعدد كبير من الأسهم اللي بتبقى بتتحرك، برضو شكلها رايق قوي بصراحة، دايما بتستخدمها. وبرضو متقسمين بالتقسيمة هنا في faces lines، عدد كبير وشكلهم بيبقى حلو دايما. في animated markers 1 وفي برضو نسخة كمان منها animated markers 2 دي جديدة برضو بقيت بستخدمها، والاتنين شكلهم حلو قوي. برضو من الباكس اللي بستخدمها هي الفلات ايكونز، ودي فيها عدد كبير من الايكونز. دايما انا بحتاج استخدم ايكونز في الفيديوهات بتاعتي، فبضطر دايما اروح لجوجل او فلات ايكون وبعدين ادور على الايكون اللي انا عايزه، بعدين انزله، وبعدين اعمل له امبورت واحطه على التايم لاين. لا هنا على طول من البلجن نفسها اقدر ادور على الايموجي او الايكون اللي انا عايزه، واقدر كمان اغير لونه او لون الباك جراوند ديت. اقدر ابحث عنه هنا مثلا مسج، فلقيت الايكون ديت فهاخدها برضو واحطها على التايم لاين على طول، مش محتاج ان انا اروح برنامج تاني او كده، على طول من هنا للتايم لاين. واقول لك ازاي دلوقتي تغير برضو حتى لون الباك جراوند. لو انت مختار لون معين او ثيم معين في الفيديو بتاعك، تقدر تغير برضو لون الباك جراوند ولون كل حاجه. عشان تعمل ده هي تعمل لها امبورت دلوقتي، وخلينا اوريكم شكلها حلو انيميتد، برضو شكلها حلو قوي. عشان اغير لون او اي لون من دول بروح على الاسنشال جرافيكس، وهلاقي هنا الالوان، اقدر اختار اللون اللي انا عايزه. ممكن اخلي هنا بحاجة بسيطة جدا غيرت لون من لون في الفيديو نفسه، وخليت الايكون شبه الفيديو نفسه بالظبط، بحس ان هو من نفس الفيديو. فده كان الايكون. في ايكونز كتيرة انا دايما بستخدمها وبغير لونها على حسب الفيديو بتاعي. حاجة كمان وهي الايموجيز، واكيد لو هنتكلم عن الايكون لازم يكون في ايموجيز، وفي برضو ايموجيز باك كاملة للايموجيز اسمها انيميتد ايموجيز، وانيميتد برضو او متحركة. هفتحها دلوقتي واوريك. اي باك انت بتفتحها بتبقى في تاب هنا كده زي جوجل كروم او ايدج، تقدر تقفلها برضو عشان ممكن تكون بتقل الجهاز بتاعك. ودي الايموجيز اللي عندي، اللي ممكن ادور على ايموجي ساد ماشي، فهنختار الايموجي المناسب لينا ده مثلا، فهسحبه على طول للتايم لاين مباشرة. لو انا هضيفه اصلا في الفيديو بتاعي اللي هو فيديو كويزلت، احطه كده، احطه بعيد عن التايم لاين، بعدين ارجع اضيفه في المكان اللي انا عايزه. فهو ده الايموجي انيميتد فعلا ومتحرك، شكله حلو. اقدر اغير لونه حتى من الاسنشال جرافيكس كمان، لكن عموما هو شكله حلو. اقدر برضو اغير حجمه واحطه في المكان اللي انا عايزه على التايم لاين. وزي ما قلت برضو في ايموجيز كتير جدا، اسهل بكتير من ان انا اروح على جوجل كروم واختار الايموجي اللي انا عايزه وابحث عنه، بعدين انزله، بعدين اجيبه هنا على طول من البلاجن للتايم لاين. هكلمك برضو عن باك كمان انا بستخدمها كتير. انا بستخدم كتير جدا من الباكس ديت، بتسهل عليا شغلي قوي. بدأت استخدمها من فتره مش كبيره، والموضوع مختلف عني تماما. وزي ما قلت كل الحركات اللي انت شايفها في الفيديو ديت معموله بالبلجن ده. باك كمان هي اليوتيوب باك، وكأي حد بيعمل فيديوز على اليوتيوب محتاج بجد الباك ديت، اللي فيها متقسم هنا سوشيال ميديا اليمنتس، وديت السبسكرايب بuttonز اللي انت كنت شايفها ديت برضو طالعه باستخدامها. في سبسكرايب بutton عدد كبير هنا، تقدر تحط كمان الصوره بتاعه القناه بتاعتك والاسم. لو عايز تضيف كومنتس لو هتقراه تضيفها بشكل كده انيميتد، شكله حلو قوي. وتغير برضو الالوان ديت على حسب القناه بتاعتك، مش شرط اللون الاحمر يعني. ودي كمان اند سكرين هتشوف في اخر الفيديو ده السوشيال ميديا لينكس انستجرام وتويتر، وتقدر برضو تغير الوانها على حسب الحاجه اللي انت عايزها. فخلينا نضيف هنا على الفيديو ده، هو ده فيديو ريل اصلا، فخلينا نضيف ريمايندر مثلا بانستجرام. برضو ما تنساش تتابعني على انستجرام. هقول لك اليوزر نيم دلوقتي. زي ما قلت انا سحبتها وحطيتها على التايم لاين، دلوقتي بيعمل لها امبورت عشان انا اول مره استخدم التمبلت ده، فهو موجود هنا. اروح الاول اعدله، خلينا نشوفه. طيب هو حجمه كبير، فانا عايز اقلل حجمه، فاختار الريمايندر ده. مش هقلل حجمه من الافكتس كنترول او من سكيل تو فريم سايز، لا انا هختاره وبقلل حجمه من الاسنشال جرافيكس. فاختاره واروح على اسنشال جرافيكس، اروح على اديت كأني بعدل اي جرافيك تمبلت، وهنا التكست هحط اليوزر نيم بتاعي. والشيء الحلو جدا ان تقدر تضيف الصورة بتاعتك دلوقتي. فانا هضغط هنا واضغط replace from explorer. لو كان عندك ماك بتبقى finder. بروح اجيب الصورة بتاعتي، دي الصورة بستخدمها في كل مكان، واقدر اغير الالوان ديت. مثلا هخلي اللون ده برضو بنفسجي كده احسن بكتير. بعدين عايز اقلل حجم البتاعة دي نفسها، فهنزل على سكيل واخليه مثلا مش 100، هخليها نص 50 او اقل. بعدين بقى هغير مكانها، بعدين هي انتهت هنا فهخليها تقف هنا واحطها على الفيديو بتاعي. شكلها حلو قوي، وبتعمل ان واوت بطريقه برضو انيميتد وشكلها جميل. وفي هنا كتير جدا من الحاجات ديت ريمايندرز برضو ممكن نستخدم الشكل ده. الشكل ده بحبه جدا، ان موبايل يطلع من على اليمين او من اليسار. في تايتلز او كتابات لو عايز تستخدمها، الحاجات ديت بتجربها. عدد كبير من الانتروز، وفي برضو ترانزيشنز.
اليوتيوب باك ديت انا بستخدمها كتير جدا، خصوصا السبسكرايب بوتنز ديت فعلا سهله جدا وشكلها حلو وانيميت بطريقه رايقه قوي. دول بس 4 من الباكس اللي موجودين في اي وانت دول بندل، ودي بندل او حزمه واحده فيها كل الحزم ديت، الانيميتد ماركرز والترانزيشنز والجلitch ترانزيشنز واللايت ليكس او الاضواء ديت وسبليت سكرينز او انك تقسم الشاشه بتاعتك، في تريلرز، انواع مختلفه من الترانزيشنز، بيرنينج او ترانزيشن نار، ولايت سوايب ترانزيشنز، جلitch ونيون. في الليتر بوكسز ديت بتخلي شكل الفيديو حلو قوي او لما بتعمل لك افكت انت عايزه معين، نصوص جلitch وترانزيشنز بنوع مختلفه، 3D ترانزيشن ليكويد، والوايت بورد برضه هكلمك عن الوايت بورد ديت، فيها ايكونز كتيرة جدا شكلها حلو قوي بطريقة الوايت بورد، استخدمتها هنا في الكلوك. في عندك اسهم، فلوس، كلها وايت بورد كأن في قلم هو اللي عاملها، وانيميتد برضو عدد كبير، حتى سوشيال ميديا ايكونز كلها وايت بورد، حزمة كاملة كلها ايكونز وحاجات بالوايت بورد. في حاجه برضه انا بستخدمها وهي الباك جراوند، خليني اقول لك عليها دلوقتي. فلو فتحت الباك بتاعه الانيميتد باك جراوندز، فيها عدد من الباك جراوندز لاي فيديو المتحركه، يعني هي مش باك جراوند صوره، لا هي متحركه بشكلها حلو قوي. لو هتضيف عليها صوره او فيديو معين ومش عايز الفيديو ده يبقى فول سكرين، ممكن تضيف الباك جراوند ديت مثلا ديت، فشكلها عامل كده وهي انيميتد برضه شويه. وكمان اقدر اغير لونها، يعني الباك جراوند ديت لونها تقريبا ابيض مع اللون المايل للازرق ده او السماوي، اقدر اغير لونها من هنا. ممكن اخليها برضو بنفسجي، هيبقى شكلها مش عارف شكلها هيبقى عامل ازاي. بالفعل شكلها حلو قوي فعلا، المفروض اخلي اللون مش ساتوريتد كده، لكن فعلا شكلها حلو قوي. وفي عدد كبير بقى، كل الباك جراوندز ديت تقدر تغير الوانها على حسب اللون اللي انت عايزه، لكن اختار الحركه المعينه والالوان دي كلها بتتغير. في عندك تكست انيميشنز كتيرة، مش محتاج تنزل بقى من الاسنشال جرافيكس اي حاجة، هي كلها موجودة هنا. وتايتلز برضو، كرييتيف تايتلز، في كذا باك للنصوص لوحدها بس. في انستجرام ستوريز برضو، دي كلها انستجرام ستوريز جاهزة، تقدر بس تضيف التكست بتاعك والنص تعملها اكسبورت على طول. في حاجة هنا كمان اسمها البودكاست فيجواليزر، لو انت عامل بودكاست وعايز تعمل له اكسبورت على انه هو فيديو ومفيش ديزاين في بالك معين، فتقدر تفتح الباك ديت، فيها كذا ديزاين وباوديو سبيكترم برضو بالموجات بتاعة الصوت ديت، تقدر تختار الصورة والاسامي والتكست ده كله، بس تختار الديزاين اللي انت عايزه وكل حاجة تقدر تغيرها. الباكس دي كتير جدا، انا لو قعدت اقول لك على اللي فيهم مش هنخلص اصلا، ان كتير منهم اصلا انا لسه ما احتاجتش استخدمه لان هم فعلا كتير جدا. لكن انا برضو بستخدم الساوند افكتس، في باك اسمها ساوند افكتس برو، فيها عدد كبير جدا من الساوند افكتس بستخدمه دايما، وبرضو متنظمين هنا بطريقة حلوة جدا. دايما بستخدم الوشز اللي موجودة هنا، بتستخدم كتير جدا في المونتاج. ماوس، بس في هنا برضو ساوند افكتس كتير، نصوص سينمائية ونصوص نيون، حاجات كتيرة جدا، تقريبا 68 او 70 باك، وبيتحدثوا وبيتضاف ليهم حاجات كل فترة، كلهم تقدر تحصل عليهم بباك اسمها I want it all bundle، تقدر تشتريها من اللينك تحت. لو هتشتريها استخدم اللينك بتاعي ده هيفيدني جدا، وعليها خصم تقريبا دلوقتي 98%. لكن لو مش ناوي، في تقريبا 3 او 4 باكس مجانيين في البلاجن ديت، وهي الستارتر باك والساوند افكتس والستارتر باك في اف اكس. خلينا نتكلم اول عن الستارتر باك. دي طبعا باكس مجانية تقدر تستخدمهم على طول اول ما تفتح البلجن، في حركات انيميتد حلوة قوي ليها استخدامات كتير، اسهم ومجموعة دواير، فايرور، في ايكونز بسيطة مش كتير تقريبا 4 فمحدودين شوية، شيب اليمنتس، دواير وبابلز، وبرضه في انيميتد باك جراوندز وديت برضه حلوة قوي، تقدر تغير الالوان ديت، شكلها حلو ان هي بتتحرك كمان. تايبوجرافي، تقدر تغير الاسامي ديت والفونت وكل حاجة، وبرضه التايتلز اللي اتكلمنا عنها او النصوص اللي متحركة انيميتد تايتلز شكلها برضه حلو. خلينا نجرب واحدة من دول، مثلا دي بوكس تايتل، اسحبها كده. فعلا الحزمة المجانية فيها حاجات كتيرة جدا هتساعدك في المونتاج، فهو ده اقدر اغير التكست من الاسيشن جرافيكس طبعا، واغير الالوان ديت كلها، وبرضو الفونت وكل حاجة اقدر اغيرها، بس ده حاجة بسيطة. وفي برضو حاجات يوزر انترفيس، يعني شكلها على الفيديوهات بتاعة الاي اي هتبقى شكلها حلو قوي. فكرة جليتش شكلها حلو قوي. animated markers تقريبا 3 لايت ترانزيشن اتكلمنا عنها قبل كده. السبليت سكرينز والديستورشنز، رغم ان الفري باك دي محدوده شويه، مش فيها كل الحاجات الكتير جدا اللي في اي وانت تول باندل، لكن تزال برضو استخدامها هيفيدك جدا. وكمان في اللي هي الساوند افكتس فري دي، بجد ممكن تنزل البلاجن بس عشان الساوند افكتس دي. في عدد كبير من الساوند افكتس اللي انت هتحتاجها في اي فيديو، الوشز والشيبس البوبس البنسلز، الحاجات دي اتكلمت عنها في الساوند افكتس برو، بس ديت جزء منها موجود وجزء كبير جدا. ماوس كليكس، ماركرز،
السب دروب ده افكت حلو قوي لما بيحصل اي حاجه، على اساس ان هو ايه، لما بيحصل صدمه في الفيديو او حاجه زي كده. دي الوشز اللي بتستخدم في كل الفيديوهات، انا بستخدمها كتير جدا في الفيديوهات بتاعتي. جليتش كمان. البيبر برضو لو عندك اي ورق. وساوند افكتس كتير جدا انت تقدر تشوفهم وتشوف هتحتاج ايه وهتستخدم ايه، بس بجد لازم تشوفهم كلهم لان فعلا كتير جدا منهم هم مختارين الحاجات اللي انت فعلا هتستخدمها. في برضه في الستارتر باك في اف اكس ديت مش بستخدمها لان انا ما بستخدمش في اف اكس كتير اصلا، زي مؤثرات بصريه. فبس ده تقريبا كل شيء. الباكس اللي موجوده في اي وانت دول بندل كتيره جدا، تقريبا 60، وهيسهلوا عليك ايام شغل بجد، وهينقلوا المونتاج بتاعك لمكانه تانية خالص لو عرفت تستخدمهم كويس. فبس كده، ده تقريبا كل حاجه في الفيديو ده. الفري فيرجن من البلجن هتفيدك كتير وهتسهل عليك شغل كتير جدا، خصوصا الساوند افكتس اللي موجوده فيها. ولو انت حابب تشترك في الحزم التانية، فزي ما قلت هم عاملين خصم تقريبا 98% على البندل الكبيره اللي هي اي وانت دول بندل، اللي فيها تقريبا ال 68 او ال 70 حزمه، تقدر تشتريها دلوقتي بخصم 98%. فعموما دلوقتي ادخل على اللينك اللي تحت وجرب الفري فيرجن، ولو حابب تشتريها برضو استخدم اللينك بتاعي ده، هيفيدني كتير. بس كده، اتمنى يكون الفيديو ده فادك باي شيء، ولو عايز اي شرح في برنامج بريمير او برامج ادوبي عموما اكتبوا لي في الكومنتس تحت، ويلا نزل النسخه المجانيه من البلجن ده، هيساعدك كتير جدا. وما تنساش تعمل لي سبسكرايب. مع السلامه.